وانا طفل كان نفسي ابقى دكتور شاطر، مش علشان الفلوس ولا الشهرة، كنت بحلم باللحظة اللي هقف فيها قدام الاب والام واقول لهم ابنكم ان شاء الله انا هخرجه لكم بالسلامه. لكن محدش قال لي ان في لحظه هبقى واقف قدام اب وام وكل المطلوب مني اني اقتلهم بكلمتين، ان احيانا دوري مش هكون اني اعالج المريض، بل هو اني هنقل الخبر اللي هيقوي قلب اهل المريض. اليوم ده وقفت قدام اب وام بيستقبلني بيقول لي ايه يا دكتور ابني بخير. الاب والام دول علشان يخلفوا الولد ده قعدوا 9 سنين يلفوا على كل الدكاتره علشان كانوا محرومين من الخلفه. وقفت قدامه هو وزوجته بيسالني سؤال واحد بس: ابني بخير يا دكتور؟ ابني كويس صح؟ سحبت نفس عميق ولساني نطق بكلمتين قتلوه قبل ما يموت: ابنك مات في حادثة الموتوسيكل النهارده. ثواني من الصمت، راجل بينهار قدامي، دموع بتنزل من عينه بدون صوت. مرة واحدة صراخ من الأم، لسه الصرخة في وداني لحد دلوقتي مش عارف أنام منها. الست اللي لسه من كام دقايق كانت ماسكة ايديه بتطبطب عليه بتقول له هتبقى بخير يا حبيبي الدكاترة هينقذوك، انهارت على الأرض. صراخها بيسمع المستشفى كله. الأب ما نطقش، لكنه واقع وهو فاتح عينيه بيبرق، دموعه نازلة من غير صوت، من غير نفس، كأنه مش قادر يستوعب المصيبة اللي نزلت عليه. أنا كنت واقف هناك بالبلطو بالسماعة بكل حاجة كنت بحلم بيها، بس بدون قدرة على إنقاذ أي حد. الحلم كان جميل بس الحقيقة كانت وجع قوي.